السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعيني؟ اليوم راح نسوي عناية أسبوعية، بس قبل العناية لازم أحكي كلام كلش مهم ولازم تسمعوه. هواي من البنات يكتبولي سلاف أريد خلطة لتبييض البشرة جاهزة أو خلطة لتصفية البشرة جاهزة نشتريها. فبنات انتو يعني مجربين كل أنواع الخلطات النازلة بالسوق وكلهن يعني ما فادن وياكم. فأني ما أعرف خلطات وما أستخدم خلطات، هاي الخلطات يعني حتى ما أعترف بيها. فليش ما تلجؤون للعناية الطبيعية؟ يعني أنا من أطلع ويسألوني ما شاء الله بشرتي شد خليلها، وأحكي لهم على هاي العناية اللي أسويها، التقشير والماسكات، يقولون أهو نريد إحنا خلطات جاهزة. فاللي تريد خلطات جاهزة ما تلقاها بقناتي، وما أنزل خلطات جاهزة. أنا أسوي عناية حالي حال مراكز تجميل، هم بأدوات متطورة، أنا لا، بماسكات منزلية، واثنيناتنا يبين النتيجة بشهر. يعني مراكز تجميل بشهر تبين النتيجة، والعناية الطبيعية همينة بشهر تبين النتيجة. الفرق ذنيتي غاليات وماسكاتي رخيصات متوفرة بالمنزل. أول شي راح نسوي اليوم تقشير. التقشير كلش مهم للبشرة، للتصبغات، الرؤوس السوداء، يصفي البشرة، يبيضها. عندنا هنا سكر وعصير ليمون وزيت جوز الهند، راح نخلطهن سوية ونسوي تقشير مدة 5 دقايق بحركات دائرية من الأسفل للأعلى. إذا البشرة تعبانة مرتين بالأسبوع، إذا البشرة نظيفة مرة بالأسبوع ضروري. أوكي، نخلط المقشر ونسوي تقشير بيه لمدة 5 دقايق. 5 دقايق ضروري. أوكي، 5 دقايق. هسه راح نسوي الماسك ضروري. ورا المقشر نحتاج العنصر الرئيسي هو الرمان، تخلطوه بالخلاط لحد ما يصير بهذا الشكل، وزبادي وبودرة جونسون مال أطفال. راح نخلط عصير الرمان ملعقتين كبار ويا ملعقتين من الزبادي أو الياغورت أو الروبة، إلى هواي تسميات. هذا الماسك يجنن. وتخلون ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال. تمزجوه وتخلوه نص ساعة على البشرة مرتين بالأسبوع. ييبس الحبوب، البثور. إذا عندكم يعني كلف همينة يروح، لأن الرمان مثل ما تعرفون بيه حموضة، همينة تقتل كل الجراثيم اللي بالبشرة. الزبادي يرطب البشرة ويبيضها ويفتحها. هذا الماسك مثل ما تشوفون تخلوه فرشة. هنا يخلص الفيديو. لا تنسون لايك، وإذا كنتوا جدد اشتركوا وفعل الجرس حتى يوصلكم كل فيديو أنزله. وباي باي حبايبي.